حبايب قلبي عاملين يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهارده طلب بنوته كانت عايزه مكياج ومستعجله عليه وانا عملته لك اهو بسرعه. كانت عايزه مكياج لفستان اسود في ابيض، وهي كانت عايزاه كمان لوك خليجي، فانا عملت لها اللوك ده يا رب يعجبها ويعجبكم. فلو حابين بقى تتفرجوا على اللوك ده روحوا بقى هاتوا حاجه تاكلوها تشربوها، وتقدروا طبعا تغيروا الالوان اللي انا عاملاها دي، والبنوته نفسها تقدر تغير الالوان، تقدري تغيري درجه الروج لو انت ما بتحبيش الاحمرات، بس انا بموت في الاحمرات. المهم يعني تقدروا طبعا تلعبوا في الالوان زي ما انتوا عايزين. فلو حابين بقى تشوفوا اللوك ده اتعمل ازاي، ما تنسوش تظبطوني بلايك لايك لايك لايك، تشتركوا كمان في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وسيبوا لي كومنت باي حاجه انتوا عايزينها، وكمان سيبولي قلب لو انتوا مش لاقيين حاجه تقولها لي. اوكي بس كده، فيلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هستخدم الميك اب بوستر ده من انجريد، وهستخدمه كمرطب، هو ده بجل الصبار. وللفاونديشن هعمل ميكس للاتنين فاونديشن دول عشان بتاع تو فيس غامق عليا، وعندي واحد من بورجوا ده رقم 1، فدي فاتحه جدا عليا، فانا هعمل لهم ميكس اظبط الدرجه بتاعتهم. تمام اوكي. وبالفرشه بتاعت الفاونديشن هاخد بقى الزياده اللي على ايدي كلها، وهبتدي اوزع كده، ومشيت على الوش كله بالسبونج كده، شلت بس اي زياده موجوده من الفاونديشن. بعد كده الكونتور ده من شي جلام، ده بيكون جزئين كده، جزء لونه بيج وجزء بتاع الكونتور، وهستخدم الدرجه دي وهوزعه كده على الفرشه عشان انا عايزه الكونتور شويه يبقى ناعم، وهحطه وانا بحطه هوزعه. ومن بالت البلاشر الكريمي بتاعت روز بيري هاخد درجه كده، عايزه اخد درجه، هاخد دي كده وهحطها فوق الكونتور. هدمج بقى كده الاول الكونتور والبلاشر، وبعد كده هحط بقى الكونسيلر. تمام. والكونسيلر هستخدم الكونسيلر ده من كاتريس، ده رقمه 10. وهبتدي برضو اوزعه. هثبت بقى الوش كله، هستخدم اللوس باودر دي من فيت مي، دي رقمها 5. هستخدم بعد كده الكونتور من ميبلين درجته 20 ميديوم دارك، والبلاشر هستخدم البلاشر ده من ريفوليوشن، وهعمل كده ميكس بين اغلب الدرجات كده اللي موجوده كده. يلا نبدا بقى في العين. اول حاجه هستخدم الباليت دي من شي جلام اللي هي اسمها ارتستري باليت. اول حاجه هعمل ميكس كده بين الدرجتين، الدرجه دي والدرجه دي، وهوزعهم على الجفن الثابت عندي. ومن نفس اللونين، وبرده هبتدي احطهم كده تحت العين. بعد كده هاخد درجة بني غامقة وهبتدي اعمل بيها سحبة كده للعين، وانزل تاني وهرجع اعيد عليها بالاسود. اوكي، فهاخد الدرجة دي بفرشة صغننة، وانا محتاجة فرشة الحواجب، وهبتدي بقى اعمل سحبة كده من هنا من اخر العين واقفلها كده. تمام.
انا عملت العين دي وجيت هنعمل بقى دي زي دي. اول حاجه اخدت اللي هي الباليت دي بتاعت ام ان، واخدت الدرجه البيضاء. الدرجه البيضاء دي هو انا كنت عايزه كونسيلر ابيض خالص بس ما كانش عندي، فالدرجه اللي موجوده في ام ان دي هي درجه شيمر على فكره، مش كونسيلر. هي تنفع هايلايتر بس هي رخمه قوي كهايلايتر، فانا هاخدها كده ودي اللي انا هعملها البيز للجزء اللي هنا عندي ده. وعادي هتلاقوا هنا في لخبطه، مفيش مشكله، هننضف كل ده واحنا شغالين. هبتدي بقى املى الجفن المتحرك عندي من البيز ده. هاخد الباليت برضو بتاعت شي جلام، وهاخد الدرجة بقى الابيض الشيمر دي، وهبتدي احطها على الجفن المتحرك برضو كله عندي. بصوا لما حطيناها تحت البيز الكريمي بقى اللون عامل ازاي. هاخد بعد كده الايلاينر ده بتاع شي جلام، وهاخد السن الرفيع فيه وهعمل وينج كده وخط ايلاينر على خط الرموش. وفي اول العين هعمل بوزة كده زي دي، وهاخد كحل اسود من روزبيري، وهحط بقى كحل كتير جوه العين وهنزل بيه تحت خط الرموش برضو. نفس الباليت بتاعت ارتستري، وهاخد فرشة كده مبططة خالص، واللونين اللي انا استخدمتهم كلون انتقالي اللون ده مع ده كده، وهبتدي اسيح بقى بيه كحل. بعد كده هاخد فرشة الحواجب، وهاخد بقى لون اسود من الباليت دي بتاعت ريفوليوشن الدرجة السوداء دي، وهبتدي بقى احدد بيها الكسرة دي بتاعت العين لغاية نص العين بس. واول العين بقى هاخد الدرجة البني الغامقة اللي هي دي. هاخد بعد كده الجلو بتاع الجليتر بتاع NYX، وهبتدي احط شوية لوس جليتر من الدرجة دي بتاعت ندى سالم، دي رقمها S1. بصوا هي سيلفر جواها كده موف وبينك، تمام. هحطها بس في نص العين. هاخد فرشة كده مبططة وهحط الجلو كده في نص العين بس. بعد كده هاخد الكومباكت باودر دي من توب فيس، دي رقمها 6، وهبتدي بقى انضف بيها الوش كله. وبالفرشة وهشيل بقى اي زيادة موجودة من الكومباكت باودر. هستخدم بعد كده الفيكس سبراي ده من شي جلام، وهحدد شفايفي بالبلاينر ده من MN رقمه 4، لا رقمه 11. وهستخدم الروج ده من مايبلين اللي هو اسمه فاينالي انك، بس الاول هرجه كده كويس، وده رقمه 50. دي حمرة حمرة يعني الدرجة حمرة جدا. بصوا بعد كده هاخد الهايلايتر برضو من ميبلين. انا معرفش ايه اللي جرى النهارده، مطلع حاجات كتير قوي من ميبلين، بس انا حاولت اطلع الحاجات اللي انا بقالي فتره ما استخدمتهاش. والهايلايتر ده رقمه
مولتن جولد. طبعا الحاجات دي عندي بقالها كتير، واللي متابعني عارف ان الحاجات دي عندي بقالها يمكن اكتر من سنة كمان، عشان بس بلاقي ايه الناس تقول لي المقاطعة، هي اوريدي الحاجات عندي. الهايلايتر ده حلو قوي، بس اللي هي الدرجة بتاعت مولتن جولد دي شوية بتبقى مناسبة اكتر للبنات القمحي الغامق للسمرة، لانها بصوا زي ما انتم شايفين جولد غامق قوي. تمام، وده كده شكل اللوك بعد ما خلصنا. اتمنى يكون عجبكم وعجب كمان البنوته اللي طلبته. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تظبطوني باللايكات، تشتركوا كمان في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وسيبوا لي كومنت باي حاجه انتوا عايزينها، ولو ما فيش حاجه عايزين تقولوها سيبوا لي قلب كده جميل زيكم. بس كده اشوفكم فيديو جديد، باي.